بلال طالبي صاحب 28 ربيعا ابن مدينة برج بوعريريج اتخذ من مرآب والده ورشة علمية لاختراع هذه الآلة. من هذه الورشة، من هذه لي بياس اللي راك تشوف فيهم قدم، تمكنت باش نركب الآلة هذه اللي راك تشوفها هنا. الآلة هذه تموديليزي ان بوي برودكتور، تغني الطلبة عن مشقة التنقل إلى حقول النفط والآبار. رافقنا بلال إلى إحدى المقاهي التي اعتاد الجلوس فيها، واستمعنا إلى معاناته مع مسؤولي شركة سوناتراك ووزارة التعليم العالي. وبكل روح وطنية فضل بلال البقاء في الجزائر، لكنه أصيب بخيبة أمل كبيرة. عرضت علي الشركات الأجنبية باش يتبناو المشروع تاعي، وأنا رفضت. كنت مثل الجزائر، اخترت سوناتراك قلت البلاد فينالمون ما كان والو. فيما يخص الدراسات درت لا دوموند تاعي باش يتبناوها كأداة بيداغوجية في الجامعات ومراكز التكوين. كان دار لي مدير الجامعه ثاني مراسله والموافقه تاعو باش نكمل الدراسات تاعي العليا ماستر. رفض مدير الدراسات في وزاره التعليم العالي والبحث العلمي، رفض تام، يعني طردني من الباب. هذا الشاب الذي حرم من الدراسات العليا هو اليوم يطمح إلى منصب شغل قد يساعده في إكمال مشروعه. طموح في المرحله هذه بدات على الاقل دوكا يوفروا لي منصب شغل اللي نقدر نطور به الاختراع تاعي حتى نيا. وبالنسبه للدراسات راهم يقولوا الدراسات تاعي العليا قال لك نكملوا لكم ليسونس في الجامعه تاع ورقله، راني نستنى مازال ما كان والو. تركنا بلال غارقا في أحلامه، وكل عزائه أن تجد دعوة الوزير الأول للاهتمام بالاختصاصات العلمية طريقا إلى ورشته الصغيرة.